يلا اللي عايز تعرف أسرار وكل تكات عمل الفراخ تيجي معايا تشوف الفيديو ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه وهنقول ايه بالظبط. هتكلم معاكم النهاردة عن ازاي نشيل الزفارة من الفراخ. اول حاجة طبعا عشان تشيلي بقى الزفارة من الفراخ هي انك تغسلي الفراخ كويس جدا بمية ساقعة من الحنفية، مية عادية جدا تغسليها كويس جدا. وبعد كده بنحضر محلول النقع اللي هو عبارة عن مية، معلقة ملح، نص معلقة زنجبيل. الزنجبيل جميل جدا في انه يشيل الزفارة بتاعة الفراخ. بعد كده هنحط معلقتين دقيق بس كده. ده محلول النقع، احسن محلول نقع يشيل زفارة الفراخ ولا هتشم للفراخ بتاعتك اي ريحة خالص. يبقى ملح، زنجبيل، دقيق، وهننزل بالفراخ بتاعتنا في قلب المية ديت بعد طبعا ما غسلناها بمية ساقعة من الحنفية زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيب بقى الفراخ بتاعتنا منقوها في محلول النقع ده لمدة نص ساعة أو أكتر زي ما انت حابة على حسب ظروفك انتي. وبعد كده هعرفكم الخلطة الجبارة اللي هتخلي ريحة الفراخ بتاعتك جايبة لآخر الشارع أو آخر العمارة. استنوني. هقولك بقى على سر التتبيلة اللي هتخلي الفراخ في ريحتها وطعمها في مكان تاني خالص. هنجيب شوية مية صغيرين زي ما انت شايفة كده، نحط عليهم معلقة ملح صغيرة، معلقة زعتر، معلقة روزماري، معلقة كاري، معلقة كركم، وحبان وورق لورا مطحون. ولسه انا نسيت احط القرفة، هنحط قرفة كمان، ورشة كمون نص معلقة، وكزبرة ناشفة نص معلقة، وتوم باودر. وهنخلط كل ده مع بعض وهنتبل الفراخ بيهم. يستحسن تبيت الفراخ فيها التتبيلة دي للصبح. وبعد كده هنشوف هنطبخها ازاي وهنطلع احلى فراخ ازاي. ريحتها طبعا خطيرة لما بتت في التتبيلة، ريحتها جميلة جدا. هنسويها طبعا دلوقتي وهحط لها في التسوية حبهان وجزر وطماطم. وبعد ما بتستوي بندخلها الفرن تحمر وبتطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ريحتها فظيعة وطعم طبعا يجنن. لو الطرق عجبتكم الكلام اللي انا قلته عجبكم يا ريت متتخلوش عنها بلايك، مشاركة في الفيديو، مشاركة في القناة. اشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله.